رئيس لجنه الحكام اللي قبل كده لغى القانون، قال لك احكم بمزاجك، انت عايز تحكم فاول فاول، بنالتي بنالتي، مش بنالتي مش بنالتي، براحتك. فبالتالي انا بقول لحكام مصر ارجعوا للقانون يا جماعه، احكم بالقانون، ما تحكمش بمزاجك زي ما هو قال لك. الكره مش كده في العالم، هو قال لك مشي اللعب سريع، بس ما تبقاش الاثنين ضربوا بعض واحد تحسب عليه طرد والتاني ضربوا بعض ما تحسبش عليه طرد ولا تحسب فاول. فلو جه في منظومه حكام عادله وفار عادل اللي هو ما بيشوفش الشد. النهارده في ماتش النهارده واحد شد محمد هاني لاعب الاهلي في نص الملعب على طول فاول. احنا عندنا سامسون متشد في الست ياردات ما اتحسبش، واسمه ده نضاي اتشد في 6 ياردات ما اتحسبش ما في 6 ياردات. فبالتالي القانون بمزاج دلوقتي، وعشان كده بقول لك رجع القانون صح، انت احكم بالقانون صح والفار يشوف صح، وانا اقول لك الكوره هتبقى ان شاء الله هتتعدل 100% في مصر ان شاء الله. يا راجل وعد انا لو في ب 2 جنيه عداله تحكيميه ما كنت خدت 2 دوري وكاس وكذلك ده درجه رابعه دلوقتي. ارحمنا يا عم. اللعيب لما يبقى عايز، واللعيب لما يكون عنده ايمان بامكانياته، واللعيب لما يقفل ودانه ويشتغل بس بيرجع تاني لمستواه. بل انا بقول ان الفتره دي افضل فتره وافضل مستوى لحسين الشحات من اول لما جه النادي الاهلي. تحول كبير جدا لحسين الشحات في ال3 شهور اللي فاتوا، وهي دي الكوره يا جماعه. اللعيب دايما وهو بيلعب مهما كان مستواه ومهما كان هو مين بيمر بمطبات، اصابه، راجع من اصابه، مدرب جديد لسه انا مش واخد على لعبه، لعيب تاني بينافسني النادي جابه وبيشتغل وشغال بشكل كويس. اسهل حاجه ان اللعيب يستسلم للانتقادات وخلاص ويقول لك انا خلاص انا حظي وحش، في لعيب تاني لا. حسين الشحات في رايي ادى درس لكل اللعيبه، ولازم اللعيبه اللي تعمل زي حسين الشحات دي كان لازم نقف لها احتراما. طب ما وقفتش ليه؟ انت قاعد بتتكلم عليه وانت قاعد اهو تتكلم على حسين الشحات تقوم تقف وانت بتكلمني يا عم بهاء سلطان.